في عالم الإنترنت في زاوية كده مظلمة بيعيش فيها ناس بيعملوا حاجات لا يمكن أن تتخيلها ولا حتى تخطر على بالك. معاهم أسرار خطيرة وجرائم بشعة. العالم ده مليان بالغموض والرعب ومفيش فيه حدود ولا قوانين. بيتجاوزوا كل معايير الوحشية وبيحولوا معاناة البني آدمين لعرض مروع بيتباع على منصاتهم المخيفة، والمنصات دي معروفة باسم الدارك ويب. للأسف الجرائم دي قدرت إنها توصل لمجتمعنا العربي وبالتحديد مصر. اللي في الصورة ده طارق، شاب عنده 28 سنة، أول واحد ينفذ جريمة على الدارك ويب في مصر. اسمه بالكامل طارق أنور عبد المتجلي حسن. يقال إنه بيشتغل كهربائي. طارق من 10 سنين تقريبا شق طريقه بعيد عن عيلته في الصعيد وانتقل يعيش في محافظة تانية في القليوبية وبالتحديد في شبرا. طارق اشتغل في أماكن عمل مختلفة، لكن الفلوس اللي كان بيجيبها من شغله كانت يدوب مكفياه أكل وشرب وإيجار الشقة. ومن سنة تقريبا طارق بيتعرف على شخص اسمه محمد عزت وشهرته أبو حمزة. محمد عزت بيشتغل سمسار لبيع الأعضاء، وساعتها محمد عزت بيعرف من طارق إن ظروفه المادية صعبة وإن الفلوس اللي بيجيبها من شغله يدوب مكفياه بالعافية. وساعتها محمد عزت بيعرض على طارق عرض في مقابل مبلغ مالي كبير. العرض ده هو ان طارق يبيع كليته لمشتري جاهز بالفلوس وكل تكاليف واجراءات العمليه. ده غير كمان ان عمليه نقل الكلى دي هتكون بطريقه رسميه وبورق موثق في الشهر العقاري. الصفقة دي كانت مغرية بالنسبة لطارق، وخصوصا انه هيقبض فلوس كتيرة وبشكل سريع. وساعتها طارق ما ترددش لحظة وقال وقتها لمحمد عزت انه موافق، ولان محمد عزت كان بيلعب دور الوسيط بين طارق والمشتري فكان لازم يخلي طارق قريب منه وتحت عينه لحد ميعاد العملية، وخصوصا بعد ما استلم طارق جزء من الفلوس. في الوقت ده محمد عزت جاب لطارق شغل في قهوة في شبرا الخيمة بالتحديد في عزبة عثمان، وأجر له شقة قريب من شغله. وبعد مرور شهر يجي ميعاد العملية، وبالفعل طارق يعمل العملية. وبعد 4 شهور المبلغ اللي قبضه طارق من محمد عزت كان خلص. وساعتها طارق فكر انه يبيع فص من الكبد، لكنه قرر انه هيبيعه المرة دي من غير وسيط، وانه هو بنفسه اللي هيقوم بعملية البيع، يعني منه للمشتري مباشرة. وبالفعل طارق يمسك تليفونه ويعمل صفحة وهمية باسم زياد إبراهيم، وينزل في الصفحة دي لمدة أسبوع منشورات على صفحات كبيرة لبيع الأعضاء، ويكتب في المنشورات دي انه بيدور على مشتري لفص من الكبد. وساعتها بيدخل له شخص على الخاص اسمه علي الدين ويعرض عليه عرض تاني. العرض ده هيجيب له فلوس اكتر من غير ما يبيع اعضائه، والعرض ده هو انه هيجيب حيوانات زي الكلاب والقطط ويذبحها ويفرغ اعضائها بالكامل، لكن بشرط ان ده يكون متصور قدام الكاميرا. واتفق معاه كمان ان اجره في كل فيديو بيعمله هيقبضه بالدولار. وساعتها طارق بيوافق بسرعه، وبالفعل كان بيجيب حيوانات في الشقه وينفذ كل اللي بيطلبه منه علي قدام الكاميرا. وكل فيديو بيعمله طارق كان علي الدين بيحول له مبلغ مالي كبير. ومع مرور الوقت فيديوهات الحيوانات ما كانتش بتشبع نشوه علي الدين اللي كان بيتلذذ بتعذيب الحيوانات. علي الدين من صغره كان بيحب مشاهد القتل والتعذيب، والمشاهد دي كانت بتحرك من جواه مشاعر اللذة اللي كانت بتحسسه بالسيطرة والنشوة. لحد ما جه اليوم اللي علي بيعرض على طارق فكرة هتكسبه 5 مليون مرة واحدة. طارق بيوافق بسرعة من غير حتى ما يعرف هيطلب منه ايه. علي الدين بيقول لطارق انه هيجيب طفل عمره 15 سنة بشرط يكون رفيع ويعمل فيه قدام الكاميرا نفس اللي بيعمله في الحيوانات. وساعتها طارق بيقول لعلي ان الحكايه دي عايزه تركيز، وطلب منه انه يسيبه فتره زي 2 شهر علشان يختار الضحيه الصح. وهنا هنقف شويه علشان نعرف هو مين علي الدين، الشخص الذكي جدا اللي بدا يدرب طارق بطريقه متقنه في تنفيذ الجرائم على الحيوانات علشان يكون جاهز انه يعمل كده في البني ادمين ويحترف جرائم القتل البشعه دي. والحقيقه ان الشخص ده بمثابه القانون هو طفل عمره 15 سنه اسمه علي الدين محمد علي محمد الزيات، مصري ومقيم في الكويت مع والده ووالدته واخواته الاثنين. انت متخيل ان طفل عمره 15 سنه يخلي شخص زي طارق يعمل الجرائم البشعه دي؟ علي كان بيتعامل مع مواقع ومجرمين في الدارك ويب، وكان بيعرض الفيديوهات دي على مواقع ويكسب منها مبالغ وهميه، وساعتها كان بياخد مبلغ ويحول جزء منه لطارق. في الوقت ده طارق كان بيحاول يفكر في طفل بنفس المواصفات اللي طلبها منه علي. ومن اول يوم عينه وقعت على احمد، وهو طفل عمره 15 سنه ساكن مع والده ووالدته واخواته ال6 في عزبة عثمان، وتقريبا احمد في نفس عمر علي الدين. هتقولي طيب لما طارق عارف الضحيه من اول يوم ما نفذش الجريمه على طول ليه؟ هقولك لأ، ده لسه في دماغ طارق خطط وترتيبات تانية خالص علشان يكون محل ثقة بالنسبة لأحمد وأهله كمان، وده اللي هنعرفه واحدة واحدة. طارق كان ساكن في نفس العزبة اللي بيعيش فيها أحمد، وهي عزبة عثمان في شبرا، وكان بيشتغل في قهوة في نفس العزبة. طارق علشان يصطاد الضحية بتاعته صح قرر إنه يلبس توب الفضيلة ويفصله على مقاسه مظبوط، ولأن المنطقة دي بحكم إنها منطقة صغيرة فتلاقي الناس فيها عارفة بعضها وبينهم تعاون وترابط قوي زي العيلة الواحدة. ولأن طارق ما كانش معروف أصله ولا فصله ولا حتى هو جاي منين، قدر يقنع صاحب القهوة اللي بيشتغل فيها إنه مريض سرطان وإنه بيعالج نفسه ومتكفل بكل حاجة. وساعتها صاحب
صاحب القهوة وأهل المنطقة تعاطفوا معاه جدا علشان مرضه وعلشان كمان إنه بيعول نفسه ومتكفل بعلاجه. وكمان طارق استغل شغله في القهوة وبأسلوبه الناعم جدا قدر إنه يدخل لمخ وتفكير الناس بسهولة، وقدر كمان إنه يقنع الناس هناك إنه شاب ملتزم ومتدين جدا من أسلوبه وكلامه في الدين والأمر بالمعروف. وفعلا الناس في العزبة دي كانوا بيشوفوا طارق بشكل يومي يتقرب للأطفال وينصحهم بالالتزام والصلاة. الأطفال كلهم كانوا بيحبوا طارق جدا، ده غير كمان إن أهل المنطقة دي كانوا بيفرحوا لما يشوفوا ولادهم متقربين من طارق، وكانوا بيحسوا إن ولادهم في إيد أمينة بتعدل من سلوكياتهم وتنصحهم بإنهم يجتهدوا في دراستهم. ومن ضمن الأطفال دي واللي عليه التركيز جدا أحمد، اللي كان معجب جدا بشخصية طارق لدرجة إنه كان بيقعد معظم الوقت معاه في القهوة. أحمد كان شايف إن طارق الأخ والأب والصديق الجدع جدا، أو ده اللي قدر طارق إنه يقنعه بيه. ده غير كمان إن أحمد كان شايف طارق طول الوقت وهو راضي بمرضه، وكمان قادر إنه يشتغل ويصرف على نفسه بالرغم إنه بياخد جلسات كيماوي، أو ده اللي كان بيحاول يوهمهم بيه. حياة طارق في المنطقة دي كان فيها بعض من الغموض والغرابة في نفس الوقت، وده لأنه كان بيختفي فجأة ويظهر فجأة. وفي يوم طارق بيختفي فجأة لمدة أسبوع، ولما ظهر تاني صاحب القهوة سأله عن سبب غيابه. ساعتها طارق قال له إنه بيروح المستشفى علشان ياخد جلسات كيماوي لعلاج السرطان، ومن شدة التعب كان بيضطر إنه يقعد في المستشفى لمدة من 4 ل5 أيام علشان يتعافى من جديد ويقدر إنه يتحرك تاني. في الوقت ده طارق كان بيصعب على صاحب القهوة، وساعتها صاحب القهوة كان بيصرف له فلوس زيادة علشان يساعده في مصاريف علاجه. وفي يوم طارق يسيب القهوة ويختفي من المنطقة ويقفل تليفونه، ومحدش من أهل المنطقة دي كان عارف طارق فين. وأكيد إحنا عارفين طارق كان بيختفي ليه. طارق كان بيختفي علشان ينفذ جرايمه البشعة على الحيوانات، وده اللي كان بيطلبه عليه. وبعد شهر طارق بيرجع لكن بشكل تاني خالص، راكب عربية جديدة موديل السنة ومعاه تليفون غالي جدا ولابس لبس ماركات عالية، ويقعد على القهوة لكن المرة دي زبون، ويحاسب كمان على كل المشاريب، ويتحول من عامل في القهوة لطارق بيه يساعد الناس ويعطف عليهم ويعطي المحتاج. في الوقت ده الناس بتسأله من أين لك هذا؟ وساعتها طارق كان بيوهمهم إنه ورث كبير من واحد قريبه غني جدا. في الوقت ده كان في ناس مصدقة طارق علشان شايفة إنه شخص بيصلي كل الفروض في المسجد، وكمان شخص ملتزم ومتدين، أو ده اللي كان عايز يوصله لهم. وناس تانية في المنطقة ما كانوش مصدقينه وكانوا شاكين فيه وفي تصرفاته وحتى في ادعائه بالمرض، بس لحد اللحظة دي مش باين عليه حاجة ولا حتى في دليل قوي يخليهم يشكوا فيه إنه بيدبر لحاجة. والناس اللي صدقت طارق كانت مصدقاه بناء على إن معاملته لأهل المنطقة وللأطفال كمان ما اتغيرتش، وإنه لسه بيتعامل معاهم بنفس الطريقة المتواضعة، وخصوصا مع أحمد اللي كان مركز عليه بشكل أوسع. طارق قدر يتقرب من أحمد في الفترة دي جدا، وكمان كان بيقضي معاه وقت طويل، وكان بيدي أحمد فلوس علشان يروح يلعب جيمز، لحد ما جه يوم الجريمة 15/4/2024 علي الدين يبعت لطارق قائمة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللي هيستخدمها في تنفيذ الجريمة، زي منوم ومشرط طبي وشاش وقطن، وطلب منه إن تنفيذ الجريمة دي هيكون على الساعة 1 الصبح. ولأن طارق قبلها فترة كان متعرف على واحد بيشتغل في صيدلية موجودة في نفس المنطقة، طارق اتفق معاه إنه هيديله أدوية منومة ومخدرة من غير صاحب الصيدلية ما يعرف. وبالفعل طارق يجهز كل حاجة وياخد أحمد ويروح على شقته، ويبعت لعلي رسالة إن أحمد معاه في الشقة وكل حاجة تمام. في الوقت ده علي كان بيطلب من طارق إنه يثبت الكاميرا في مكان يقدر بيه إنه يشوفهم بشكل واضح، وإنه يخدر أحمد ويخنقه بالحزام لحد ما يموت. وساعتها الكاميرا دي بتتحول من تصوير الألم البسيط لمشاهد مرعبة من قتل وتشريح البني آدمين وهم أحياء، عشان تكون جاهزة تتعرض على منصاتهم اللي بتشتريها بأعلى سعر وتعرضها لعالم ما بيعرفش الرحمة. وبالمشرط يفتح جسم أحمد بالطول من زوره لحد أسفل البطن، وبعدها طارق بيطلع الأمعاء والكبد والقلب والكلى ويحطها في أكياس جنب الجثة. ولأن علي كان بيتلذذ بالمناظر البشعة دي، علي طلب من طارق إنه يكسر الجمجمة ويخلع عينيه الاتنين، لكن طارق ساعتها اتوتر ومعرفش يعمل كده. في الوقت ده علي الدين كان حاسس بحالة نشوة رهيبة لدرجة إنه ما كانش مركز مع طارق اللي كان كل شوية يسأله عن الناس اللي هتيجي تستلم الأعضاء دي وتسلمه باقي الفلوس. في الوقت ده الاتصال بين طارق وعلي يتقطع، وساعتها طارق حاول إنه يتواصل مع علي أكتر من مرة لكنه معرفش. وبعدها ب5 دقايق تقريبا علي بيتصل على طارق ويقول له إن الأعضاء دي مش هتنفعه، وإنه عايز شخص تاني يعمل معاه نفس اللي عمله مع أحمد. والحقيقة إن علي كان عايز يعمل فيديو تاني علشان
يعيش نفس النشوة والشعور اللي عاشه لحظة تشريح أحمد، وده لأن علي كان بيعشق منظر الدم والتشريح، وإنه قد إيه كان مبسوط جدا من منظر الدم والتشريح، وطول عمره بيحلم إنه يبقى دكتور تشريح لما يكبر. حالة النشوة والتلذذ اللي كان واصل ليها علي ما كانتش مخليه مركز مع طارق، اللي كان كل شوية يسأله عن الناس اللي هتيجي تستلم الأعضاء دي وتسلمه باقي الفلوس. وساعتها طارق افتكر ال5 مليون جنيه وإنهم ممكن يروحوا عليه، عشان كده طارق ساب جثة أحمد المتقطعة وجنبها كل الأعضاء في الشقة وطلع علشان يجيب طفل تاني. بعدها مباشرة طارق بينزل من الشقة وبيروح رمسيس علشان يجيب طفل تاني، وبالفعل طارق بيلاقي طفل عمره 6 سنين يصوره ويبعت صورته لعلي، وساعتها علي بيشوفه ويقول لطارق تمام. في الوقت ده أهل أحمد كانوا بيدوروا عليه في كل مكان، وده لأن أحمد ما كانش متعود إنه يغيب عن البيت المدة دي. أهل المنطقة بيتلموا ويدوروا على أحمد في كل مكان لكن ما لقوش ليه أثر، وساعتها أهل أحمد بدأوا يفرغوا الكاميرات علشان يعرفوا أحمد راح فين. في الوقت ده أهل أحمد يشوفوا إنه دخل السايبر أكتر من مرة وخرج، وبعدها بيروح لطارق على القهوة اللي كان شغال فيها، وبتتبع الكاميرات اللي كانت في المنطقة قدروا يشوفوا إن أحمد ماشي مع طارق ورايح ناحية الشقة اللي ساكن فيها طارق، ودي كانت آخر حاجة رصدتها الكاميرات. أهل أحمد في الوقت ده بيتصلوا على طارق ويسألوه على أحمد، وساعتها طارق بيقول لهم إن أحمد كان معاه فعلا لكنه مشي ومن ساعتها ما يعرفش حاجة عنه، ولحد اللحظة دي مفيش حاجة تخليهم يشكوا في طارق، لكنهم ما كانوش مرتاحين ليه. وبعد يومين وبالصدفة ابن صاحب العمارة بيشم ريحة غريبة طالعة من شقة طارق، وساعتها ابن صاحب العمارة بيتصل على أهل أحمد ويبلغهم ان في ريحه مش طبيعيه طالعه من شقه طارق، وساعتها اهل احمد وبعض اهالي المنطقه بيطلعوا الشقه ويكسروا الباب ويتفاجئوا بجثه احمد اللي كان منظرها بشع حرفيا. الجثه مرميه على الارض مشوهه تماما لدرجه ان شيماء اخت احمد ما قدرتش تتعرف عليها. الجثه كانت حالتها صعبه، العينين مش موجوده، الاعضاء متفرغه كلها، والاعضاء كلها موجوده جنب الجثه في اكياس. في الوقت ده اهل المنطقه شكوا ان طارق تاجر اعضاء. الشرطه بتنقل الجثه لمصلحه الطب الشرعي. الطب الشرعي بيشرح الجثه ويكتشف ان الجثه دي ما اتقطعتش بطريقه طبيه، وانها متقطعه بطريقه عشوائيه، وانه من المستحيل ان يكون اللي عمل كده في الجثه دي تاجر اعضاء، وده لان تجار الاعضاء بيستعينوا بدكاتره تقدر انها تطلع الاعضاء بطريقه سليمه وتحافظ عليها. وساعتها مصلحه الطب الشرعي بتاكد ان الجريمه دي ملهاش علاقه بسرقه الاعضاء. وبعدها بيتم القبض على طارق، وبفحص تليفون طارق قدروا يعرفوا هويه علي الدين المقيم بالكويت، وبالتعاون مع السلطات الكويتيه بيتم القبض على علي الدين هو وابوه. سبب القبض على ابوه ان علي كان بيستخدم تليفونه ورقمه في الاتصال بطارق والمجرمين اللي كان بيتعامل معاهم، واعترف طارق انه ارتكب الجريمه دي بتحريض من علي. علي الدين بيقول لرجال الشرطه ان بعد جريمه احمد كان مجهز لجريمه تانية مع اشخاص تانيين لكنهم ما عرفوش ينفذوا اللي هو عاوزه. علي الدين قال لرجال الشرطه في التحقيقات ان دي مش اول مره ينفذ فيها الجرائم دي، وانه نفذ اكتر من جريمه في اكتر من مكان، وحاليا بيتم الاتصال بالدول اللي نفذ فيها علي الجرائم دي، واكيد هيتم القبض على المجرمين دول. ربنا يصبر اهل احمد ويرحمه ويدخلوا فسيح جنانه.